في الجزء ده هعلمك الانيميشن الخاص بالبرنامج، وهنتعلم ازاي نحرك الكاميرا زوم ان وزوم اوت وكل ده. فركز معايا في الجزئية دي لانها اهم جزئية في البرنامج. دلوقتي انا هعمل معاكم مشهد واشرح لكم فكرة البرنامج. انا دلوقتي ضايف صورة الارض دي وضايف صورة الشخصية دي. تمام. طيب دلوقتي زي ما علمتكم ازاي تحركوا الايد في البرنامج وتختاروا الايد اللي انتوا عايزينها. فانا دلوقتي فكره البرنامج في الكورس ده، او فكره البرنامج في السبوره البيضاء او الوايت بورد انيميشن، ان الصوت اللي انت حاطه في البرنامج بيكون عباره عن مشاهد بتترجم لصور. الصور دي بتكون صيغتها اس في جي. تمام. طيب دلوقتي علشان اخلي، انا دلوقتي لو عملت بلاي، بص هتلاقيه رسم الارض الاول وبعدها راح للشخصيه يرسمها. اوكي. طيب احنا الاول عندنا في جزئيه تحت اسمها الكاميرا. دلوقتي انت بتتحكم في وضعية اذا كان الايد هترسم الحاجة دي او العنصر وهي عاملة زوم ان عليها، او انت عايز تعمل الرسمة من بره المشهد. بمعنى خليني اوضح لك اكتر. انا دلوقتي لو دوست بلاي هتلاقيه رسم الارض وهو عامل زوم عليها. اوكي. طيب انا عايزه يرسم الارض من غير ما تكون كبيرة قوي كده، فهصغرها من هنا كده. اوكي. وهجيبها مثلا عايزها تترسم هنا، وهثبت الكاميرا عليها بحيث ان هو يرسمها على الجزئية دي او يرسمها على الوضعية دي. فلو دوست تثبيت كده وشغلت كده هتلاقيه رسمها على الوضعية دي. فهمت؟ طيب انا عايز ادخل الشخصية التانية دي في الكادر ده. عايز ادخل الشخصية التانية دي في الكادر ان هو تترسم مع الارض. تمام. طيب في جزئية تانية حابب اعرفها لك. لو انت عايز تعمل زوم ان وزوم اوت بتحرك بكرة الماوس لفوق او لتحت. اوكي. طيب دلوقتي انا دلوقتي الموضوع تاه مني وعايز اوصل للمشهد او الكليب اللي انا لسه شغال عليه. فالتكة صغيرة هنا هيرجعني على المشهد اللي انا عامل له كاميرا توقيف، يعني ان هو يترسم كده. تمام. يا رب تكون بس فاهمني في الجزئية دي. انا عايز ادخل الشخصية من ضمن الفريم ده، فهحطها تحت هنا. او اي جزئية انت ليها علاقة بالمشهد بتاعك، انت بترسم مشهد تخيلي ليك، يعني كل حاجة بيبقى ليها علاقة بالصوت. وكل ده هنعرفه في المشهد النهائي او في البروجكت النهائي اللي هنعمله مع بعض. بشرح لك فيه كل حاجة تقريبا بس بطريقة ملمومة. طيب دلوقتي الشخصية دي انا هعمل لها احطها من داخل الكادر، فهثبت عليها الكاميرا فهتترسم بالشكل ده. طيب دلوقتي في حاجة، شايف الزوم ان اللي حصل ده؟ انا مش عايزه يحصل، علشان بعد لما بخلص المشروع بيحصل زوم ان كده في الريندر بتاع الفيديو. فبص كده، انا لو عملت بيعمل زوم ان، شايف انت الصح دي هتلغيها من هنا. هنجيبها تاني. الصح دي اللي هي زوم ات اند، يعني يعمل زوم في النهاية، هتلغيها هيبدأ ان هو مش هيعمل زوم، هيخلص. تمام. طيب دلوقتي في مشكلة او في حاجة عايز اعرفها لك. لو دوست هنا على قائمة element project هيفتح لك الواجهة دي. الواجهة دي خاصة بالانيميشن بتاع البرنامج وخاصة بالالوان بتاعت الصورة. خليك عارف ان البرنامج بيدعم الصور ال SVG. اوكي. طيب من هنا بتتحكم اذا كانت الرسمة دي هتترسم او هتعمل لها موف ان او فيد ان، يعني اللي هتطلع. تعال نشرح واحدة واحدة. الرسم دي يعني اللي هي بتترسم عادي، يعني بص لو دوست كده دي كده اسمها درو، دي هتترسم. تمام. طيب تاني حاجة معانا وهي موف ان. من هنا في البوكس ده بتشوف، بتعمل بريفيو للحركة بتاعتك، مش لازم ترجع للسبيس اللي ورا دي علشان تشوف الموضوع بتاعك عامل ازاي. لا، من هنا بيظهر لك انت الحركة بتاعتك هتبقى عاملة ازاي. طيب الموف ان ليها اكتر من حركة. من هنا بتتحكم في الحركة بتاعتها، يعني تطلع من فوق، من هنا هتلاقيها جاية من تحت. تمام. طيب يعني تتحرك من هنا هتلاقيها جاية من اليمين، وهكذا. من هنا هتلاقيها طالعه من هنا. فده البريفيو بتاعك تقدر ان انت تتحكم فيه. هنا حاجه اسمها الموفمنت افكت، يعني بتشوف في افكتات في المونتاج تعمل لك سموث كده في الحركه، بيبقى فيه سموث في الحركه. او اوفر شوت، يعني تخبط كده بسرعه وترجع تاني الايد. لو اخترنا ده بص هتلاقيها بص راحت ورجعت تاني. فاهمني؟ طيب البونص دي هتلاقيها بتتهز وبعدها تقف، يعني بص هتلاقيها بتتهز وتقف. وتاني واحدة معانا وهتلاقيها رمت العنصر وشالت الايد على طول، يعني بص تلاقيها رمت العنصر وشالت الايد على طول. انا احسن حاجة انا بستخدمها في الموضوع ده وهو الدرو. طيب
تعال نشوف خانة الفيد ان. لو دخلت على الفيد ان كده وعملت، هتلاقي الصورة مش بتترسم ولا بتحط الايد، لا هي بتعمل لها فيد ان كده بسيط. يعني ده اصلا ملوش يعني الخاصية دي مش بتستخدم فيها الايد. اوكي طيب احنا هنستخدم الدرو دلوقتي. ولو في هنا خانة اسمها only draw stroke، يعني شايف انت الحواف اللي حوالين الارض دي، لو لغيتها كده بص ايه اللي هيحصل. يعني لو لغيت الجزئية دي بص ايه اللي هيحصل، هو بيرسم من جوه. يعني بص لو فعلتها بص ايه اللي هيحصل، هيرسم الاستروك اللي بره وبعدها هيرسم الارض اللي جوه. طيب لو انا عملت كده بص ايه اللي هيحصل، هيرسم اللي جوه يعني مش هيرسم الاستروك اللي بره. طيب دلوقتي عندنا جزئية تانية مهمة، وهي الالوان بتاعت الشخصية دي او العنصر اللي انت بتحركه. ده هنا فول كولر، بمعنى هيرسم لك كل حاجة في الصورة فول كولر. اوتلاين هيرسم لك بس الخط الخارجي بتاع الشخصية. طيب من هنا بتحكم في اللون بتاعها، لو دوست اسود هتلاقي الاوتلاين بقى اسود تمام، بس علشان الارض ملونة من جوه فبالتالي هو مش عارف يتعرف عليها. طيب جراي ستايل هتلاقيها بالشكل ده، جراي معاك. واحسن حاجة انت تقدر تستخدمها في الموضوع ده وهي الاونلي درو ستروك، تمام، عشان يرسم معاك الارض كاملة او يرسم معاك العنصر كامل. ومن هنا بتختار حاجة تانية، دي بتبقى سودة يعني كلها. احسن حاجة تقدر انك تستخدمها في الموضوع ده وهو الدرو، وتفعل ال only draw strokes، تمام، ستروكس معلش اسف، وبتفعل خانة الفول كولر، تمام. طيب هنا عندك حاجة اسمها الاوباسيتي بتاع الصورة اللي انت بتستخدمها او اللي انت بتحركها. لو دوست كده هتلاقي يعني اعلى حاجة فيها 100، لو دوست كده اقل هتلاقي الشفافية بتاعت العنصر ده بتقل. بص كده هتلاقي تحس ان هي بتتمسح او في حاجة غلط بتحصل. فاحسن حاجة تسيبها زي ما هي على 100 او بقى على حسب استخدامك. طيب في الروتيت هنا تقدر ايه، يعني بتعمل دوران للرسمة دي، يعني بتترسم في بطء كده، بيبقى فيه انيميشن بتحصل. هي مش بتبقى باينة قوي بالنسبة للمشاهد بس بتفرق في الانيميشن. اوكي طيب انا كده عرفتك الجزئيه اللي فوق دي، واي صوره هتعمل عليها الحاجات دي هتنطبق عليها كل الجزئيه اللي انا شرحتها لك دلوقتي. طيب تاني حاجه معانا وهي التايم لاين اللي تحت. التايم لاين ده مهم جدا 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 لانه بيفرق معاك في جوده الفيديو اللي انت بتطلعه. ده الانيميت الجزئيه دي خاصه بعدد الثواني اللي بيرسم فيها الصوره دي. يعني انا لو اخترت مثلا يرسم لي الصوره دي في 10 ثواني، تمام، بص هتلاقي بيرسم بطيء جدا، وانت اكيد الصوت بتاعك مش هيعدي في الكليب الواحد 10 ثواني. فمن هنا بتحدد سرعة الصورة دي هتترسم في قد ايه. يعني لو اخترت ثانية من هنا بتترسم بسرعة جدا، اخترت ثانية بترسم بسرعة جدا. طيب هنا دي اسمها البوز تايم، بمعنى انا دلوقتي في الصوت بتاعي رسم شخصية بقول كلام، فانا عايز ان في البرنامج يقف شوية ما بين كل كلام وكلام، ما بين كل كوبليه وكوبليه. يعني انا دلوقتي عايز ارسم الارض دي، اوكي، فاعمل لها انيميت يعني على ثانية ونص، واعمل بوز ثانية ثانيتين، هيقف ثانيتين ما بين الرسمة دي والرسمة اللي بعدها. هوضح لك اكتر. يعني انا دلوقتي هلغي البوز، اوكي، وهشغل كده، بص مسافة هو ما يخلص الارض على طول هتلاقيه دخل على الرسمة اللي بعدها. طيب لو زودنا البوز من هنا خليناها ثانيتين، بص اللي هيحصل، هيرسم الارض وهيقف شوية، هيقف شوية حبة حلوين يعني، وهيبدأ ان هو يرسم لك الرسمة اللي بعدها. فهي دي فكرة البوز بتاع الصورة بتاعتك او الانيميشن بتاعك. طيب تاني حاجة معانا وهي ترانزيشن. دلوقتي لاحظ معايا اللي بيحصل ما بين كل رسمة ورسمة. هو بيستنى، تمام، وبعدها بيرسمها لك. بص بقى انا هلغي البوز علشان الموضوع ايه يبقى واضح اكتر من كده. بص هترسم وبعدها هيخش على الرسمة دي. انا بقى لو لغيت الترانزيشن، بص هتلاقيه هو بيرسم دي، تلاقيه دخل على طول على التانية. دي بتتلاحظ قوي في الكتابة، يعني انت لو بتكتب حاجة معينة او بتكتب حاجة كبيرة هتلاقيه ترانزيشن، مفيش ترانزيشن بيحصل، تمام. دي ليها علاقة بجزئية الرسومات وكده. فهي دي فكرة الجزئية بتاعت الدروينج اوبشن، جزئية مهمة جدا، وكل واحد بيبدع في الجزئية دي على حسب فكره البرنامج. وانت اصلا كل ما
طبق مشاريع كتيرة، كل لما هتزداد خبرة وكل لما هتطلع نتائج احسن. تمام. انا كده شرحت لك جزئية الثواني والموفمنت وكل حاجة. تمام. بص هتلاقي الرسمة اتدورت كده زي ما قلت لك بسبب الروتيشن اللي حصل. بص هتلاقي حتى ايه من هنا بتتحكم في الروتيشن بتاع الرسمة. تمام. طيب انا عايز ارجع للكادر ده تاني، فبدوس عليها دوسة تانية بيرجعني للكادر تاني. طيب دلوقتي انا عايز الشخصية دي او الرسمة دي يتعمل عليها زوم ان وهي بتترسم، فهلغي الكاميرا من هنا. وبص اول لما ارسمها هتلاقيه قرب منها قوي وساب الحاجات اللي حواليها. فهي دي فكرة الكاميرا والزوم ان والزوم اوت. تعالوا بقى نتعلم حاجة مهمة جدا 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 في البرنامج معانا، وهي المورف. خلينا اشرح لك يعني مورف بكل بساطة. انت بتعمل فيديو في البرنامج عن طريق الكي فريم. بمعنى انا دلوقتي عايز الارض دي هجيبها هنا. تمام. هعمل معاكم مشهد دلوقتي ونبنيه سوا. هنمسح بس الارض، انا في فكرة تانية في دماغي عايز اعملها. هجيب معاكم الاليمنت بالشكل ده، انا عايز الشمس دي. تمام. وهثبتها في النص هنا. هقوم بتثبيت الكاميرا عليها، ثبتها كده هنا. تمام. كده انا ثبتت الكاميرا. احدد عدد الثواني عايزها تترسم في ثانية، ما يكونش فيه بوز، ما يكونش فيه ترانزيشن. تمام. وهجيب بقى ايه الارض واعملها كده اهو، اكبرها كده شوية. تمام. طيب فكرة المورف ان انت بتحرك حاجة لحاجة، يعني انت بتعمل فيديو جوه البرنامج بايدك انت عارف يعني ايه فيديو اصلا؟ الفيديو بيكون عبارة عن حبة مشاهد المشاهد بيشوفها فبتترجم معاه الفيديو. يعني المشهد الحقيقي بيكون عبارة عن كي فريم. الكي فريم ده بيبقى فيه منه 24 فريم، 30 فريم، 60 فريم. والمريح للعين اللي هو ال 24 فريم، وبرضه مريح للعين 30 فريم. ال 60 فريم دول بيستخدموه في حاجة اسمها اللي هي الحركة ببطء او سلو موشن. دي بتستخدم في ال 60 فريم لان بيكون في عدد صور اكتر، وبالتالي بيكون في يعني مدة في التحريك اطول. فاحسن حاجة تستخدمها في برنامج الوايت بورد انيميشن هو ال 24 فريم. بمعنى الفريمات بتكون متتالية ورا بعض، او الصور بتكون متتالية مع بعض ورا بعض، فبتترجم لهيئة فيديو. المورف نفس الفكرة، انا بترجم الصور دي اكتر من مرة، فبالتالي بتترجم معايا الحركة. خلينا بس ما نتكلمش كتير واوريكم التطبيق العملي. انا هاخد من الصورة دي 4 مرات، من دبلكتها 4 مرات. باخد منها كوبي، وادي 1 2. تمام. باخد منها كوبي وبعمل منها كنترول سي كنترول في. هي مش راضية تدبلج معايا مش عارف ليه. طيب هنختارها تاني اهي، ونختار واحدة تانية اهي، ونختار واحدة تانية. تمام. طيب بصوا بقى الفكرة اللي انا عايز اشرحها لكم. معلش نمسحهم تاني كده. انا عايز اخد من دي كوبي. طيب اوكي هي مش راضية تتظبط. طيب فهثبت عليها الكاميرا من هنا. تمام. وهاخد منها كوبي. انا مش عارف هي ليه مش راضية تعمل بيست، يعني كنترول سي كنترول في. طيب اوكي ماشي. وهنجيب صورة تانية. تمام. ونصغرها بالشكل ده تكون واخدة نفس الحجم. انا دلوقتي ببني معاكم مشهد عشان هنطبق عليه المورف. المشهد هيكون عبارة عن اني هخلي الارض دي تتحرك حوالين الشمس بحركة معينة او بطريقة معينة. اثبت الكادر هنا واظبط حركة بص نظبط الكادر هنا. تمام. عشان نظبط الحركة بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. طيب دلوقتي هنثبت الكاميرا على كل جزئية منها، وهجيب ارض تانية بالشكل ده، احطها هنا اكبرها شوية واثبت عليها الكاميرا، واجيب ارض تالتة او رابعة واحطها بالشكل ده هنا، اصغرها شوية. يعني هو نوعا ما مش احسن حاجة الرسمة، بس انا عايز اوريكم بس رسم توضيحي للي انا عايز اعمله. طيب دلوقتي احنا بعد ما رسمنا المشهد اللي احنا عايزين نترجمه على هيئة فيديو، دي كلها صور بتترجم لفيديو لما تحط ورا بعض بسرعة معينة. تمام. طيب عشان نطبق مفهوم المورف بنيجي على اول صورة احنا عايزين نعمل لها مورف، ونتأكد ان الثواني بتاعتها مظبوطة علشان تترسم بصورة كويسة. انا هخلي الصورة دي تترسم بثانية وما يكونش فيه بوز،
يعني ما تخليش فيه بوز ولا ترانزيشن علشان الرسمه تبان معاك سموث. تمام. وهخلي دي ثانيه برضو او نص ثانيه، وهاجي فوق هنا عند دروب في حاجه اسمها مورف ظهرت جديده. تمام. فهختارها من هنا واختار العنصر اللي ليه علاقه ببعضه اخر صوره انا اخترتها. بمعنى يعني دي الارض الاولى، لو جيت دخلت مش هتلاقي مورف، يعني لو لقيت هتلاقي الصن. يعني انا دلوقتي الصن هتترسم بعدها الشمس بعدها الارض، فلا انا عايز الارض هي اللي تتحرك، الشمس تبقى زي ما هي تترسم رسمة عادية. فبسيب اول واحدة وبخش على تاني واحدة وبختار الصورة اللي قبلها اللي ليها علاقة بالتانية يعني، وبختار برضو المورف من هنا واختار الصورة اخر صورة انا اخترتها، وباجي عند دي واختار اخر صورة انا اخترتها في المورف تبقى بالتالي دي اخر واحدة. فبظبط الانيميشن بتاعها تحس يترسم على ثانية وده على ثانية. بص كده لو جيت عملت انيميشن هترسم الارض وبعدها الكورة وهتبدأ تتحرك كده وكده وكده وكده. فهي دي فكرة المورف. هي مش معمولة هنا احسن حاجة لان اصلا المورف مش بتتعمل على النماذج دي، بتتعمل على نماذج تانية جدا، يعني بتحسن من جودة المورف، وانت وخيالك يعني تقدر ان انت تبدع في الموضوع ده. انا بس بشرح لك الفكرة الاساسية وانت تطبق عليها. احنا كده تقريبا خلصنا كل حاجة ليها علاقة بالانيميشن في برنامج فيديو سكرايب. فيلا بينا بقى نتجه للجزء الاخير معانا وهو جزء تعديل الصوت، وبعدها هعلمك المشروع النهائي اللي هنعمل فيه بروجكت كامل من اول تسجيل الصوت لحد اخراج الفيديو.